ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ هتكلم النهارده على ماتش الاهلي وبورتو اللي هو النهارده الساعه 4 الفجر، يعني هتعد كده من الساعه 12 3 ساعات ولا 4 ساعات هتلاقي الماتش بدأ. تمام. ماتش بصراحه مهم جدا جدا. هتقول لي انت توقعاتك ايه للماتش قبل لما نتكلم بقى عن التشكيله وكده. انا توقعاتي بصراحه مش عايز اكون متشائم، ولكن انا مش شايف ان احنا ممكن نتاهل يا جماعه، يعني بصراحه. انت بالماس هيكسب، انا توقعي ان بالماس يكسب انت تمام عادي، لكن هل انت تكسب بورتو تمام و2-0؟ انت تكسب بورتو 2-0 ده بمناسبة ايه يا اسطى؟ بمناسبة ايه؟ الاداء القوي اللي عملناه في الماتشات اللي قبل كده، ولكن اتمنى ان ده يحصل يعني. تمام. بالنسبة بقى للماتش بصراحة، ممكن لو اتكلمنا على الماتش بالنسبة لفرقة بورتو يا جماعة، فرقة بورتو بالنسبة لي فرقة مش قوية. انت امامي كسب بورتو تمام، بالماس عمل ماتش كبير جدا على بورتو تمام. فرقة بورتو مش قوية، عندهم مشاكل مساحات كبيرة قوي الباكات تمام، مساحات كبيرة جدا جدا. الاثنين مدافعين بتوعهم مش جامدين، مدافع عنده 38 سنة ومدافع صغير تمام. فانت تقدر تكسبهم بكل سهوله، يعني رايي تمام، تقدر تكسبهم بسهوله تمام. فرقه بورتو هتلعب عليك على ايه؟ عندهم مهاجم اوموديون، مهاجم بسم الله ما شاء الله جيت، يعني هو مستوى وحش الماتشين اللي فاتوا ولكن جيت. اللعيب ده بقى تقدر توقفه ازاي؟ طبعا ياسر ابراهيم مش هيلعب، فانت محتاج ان انت يعني اوموديون ده تعزله شويه، واخد بالك؟ ما توصلوش الكوره، ده اهم حاجه انك تعملها تمام. لو اتكلمنا على على الهجوم، بصوا يا جماعه، رأيي ان احنا لو هنهاجم بلاش موضوع العرضيات الكروسات اللي احنا بنعملها دي. واتمنى يكون ريبيرو في التمرين خلاهم يعملوا على جمل في الفاولات والركنيات، عشان الجمل بتاع الركنيات والفاولات دي هي اللي هتخليك تكسب الماتش. الماتش اللي فات جالك في الشوط الاولاني تقريبا 5 ركنيات ما استفدتش ولا واحده منهم. فاول كان على حدود 18 ما استفدتش منه، من نفس المكان اللي جه منه الجون بتاع الجون بتاع بالميراس. جالك الجون الثاني اللي داخل فيك من فاول فلقيته غلط. فده كله حاجات تخليك تقول ايه، احنا لازم نستغل موضوع العرضيات ده تمام. لو نتكلم على التشكيله، في رايي في حراسه المرمى محمد الشناوي تمام، باك يمين محمد هاني. يعني انا يعني يا جماعه مش عايز محمد هاني، ولكن اصل ياسر ابراهيم مش موجود. لو كان ياسر ابراهيم موجود كنت اقول لك باك يمين بيكهام تمام، ولكن هاني باك يمين. مدافعين بيكهام، وجنبه اتمنى مصطفى العش، وجنبه بيكهام تمام. باك شمال يحيى عطية الله. قدامه 3 ديانج ومحمد علي بن رمضان واحمد نبيل كوكا واحمد رضا، احمد رضا وديانج، وجنبهم محمد علي بن رمضان. قدام 3 بن شرقي وزيزو، وقدام اسامه ابو علي. اتمنى دي التشكيله، اتمنى العش يلعب مش داري تمام، عشان يعني العش مش بيبدا كوره حلوه قوي، لكن يعني يقدر يكون جامد شويه زي ياسر ابراهيم كده. واحمد رضا عشان لعيب بين الكوره احسن من حمدي فتحي يا جماعه، بين الكوره احسن من بكتير قوي تمام، واحسن من كوكا كمان. توقع النتيجه باذن الله فوز الاهلي، باذن الله فوز الاهلي. انا عايز الفوز بس وخلاص، باذن الله فوز الاهلي. سلام.